الأفراح الشعبية وليالي الصعيد الطويلة كانت وش السعد عليه. من هنا ابتدى المعروف بالمعلم الأبيض مشواره في الغنى الحقيقي، وبالموال اللي حكى عن الجدعنة والوجع والفرحة بعد التعب. والسوشيال ميديا فتحت له بوابة الشهرة، ومن أغنية قلبي خلاص عبى لأغنية انت قلب، الجمهور اقتنع بيه وبصوته اللي واقع الشارع. وقصته لسه بتتكتب، تعالوا نشوف حكايته ايه. في عالم الغنى الشعبي مش كل صوت بيطلع يوصل لقلب الناس، ومش كل واحد مسك الميكروفون خلاص بقى نجم، بس ساعات بيطلع صوت مختلف شوية، بيكون صادق وطالع من الشارع وقادر يخطف ودنك من أول موال. وده بالظبط اللي حصل مع الفنان المعلم الأبيض. هو ابن محافظة قنا في جنوب الصعيد. هنلاقيه وهو ما ظهرش فجأة، ما دخلش الساحة من باب الترند السريع، لكن بدايته كانت من الأرض، من الأفراح الشعبية ومن الليالي الطويلة اللي الصوت فيها لازم يكون قوي عشان يوصل، والإحساس لازم يكون بجد عشان يعيش. ومن هنا اتكونت شخصيته الفنية. ومن وهو صغير كان الغنى جزء من حياة الأبيض، واللي اتأثر باللون الشعبي الأصيل وبالموال تحديداً، والأغاني اللي بتحكي عن الجدعنة والوجع والفرح اللي بيجي بعد تعب. فضل يغني سنين من غير كاميرات ولا أضواء، بس مع جمهور حقيقي بيحس وبيسمع. والنقلة الكبيرة في مشواره حصلت لما دخل عالم اليوتيوب والسوشيال ميديا، ابتدى ينزل فيديوهات لأغانيه ومشاركته في الأفراح وهو بيغني على المسرح. هو بيتميز بأسلوبه الصعيدي في غنى المهرجانات والمواويل، ودايماً في تعاون بينه مع عازفين زي عبد الثنائي ومحمد منصور، ولقبوه الناس يعني بحمو بيك الصعيد. من أشهر وأبرز أغانيه اللي موجودة على اليوتيوب وفي السوشيال ميديا أغنية قلبي خلاص عبى، واللي غناها مع محمد الأسمر وكمان السلطان، وأغنية لفيت العالم كله يابا، وكمان أغنية امضي علشان أنا بصمت، وأغنية صباح الفل على العشاق، وأغنية انت قلب، وأغنية اهدى يا قلبي. وكمان بيغني أغاني تانية مشهورة وقديمة يعني بتاعت مطربين تانيين، بس بيغنيها بطريقته هو، وبيحط عليها جمل كمان من عنده، وبيركب عليها كلام مختلف علشان تليق مع الذوق العام. ده خلى مشاهداته وفيديوهاته زادت، وتعليقاته بقت مليانة دعم وتشجيع، وناس من محافظات مختلفة ابتدت تطلبه في أفراحها. اسمه بقى بيتردد على فيسبوك وتيك توك، وبقى عنده متابعين ومشاهدات بالملايين. وفي الفترة الأخيرة في شركة إنتاج كبيرة ابتدت تتعاون معاه عشان تنتج له أغاني ومواويل جديدة. وهو احتفل بده بنشر فيديوهات على حسابه الرسمي في تيك توك وفيسبوك. ونجاحه ده ما كانش ضربة حظ، لكن نتيجة صبر وتعب سنين. وكمان اللي بيميز المعلم الأبيض مش بس صوته، لكن حضوره على المسرح، لأنه بيعرف يمسك الجمهور، وعلى السوشيال ميديا بيعرف يحافظ على التواصل بين الناس، ودايما هو قريب منهم، بينزل مقاطع من شغله ومن كواليس حياته، وده خلى الجمهور يرتبط بيه. كمان أغانيه بتلمس الناس لأنها بتحكي عنهم وعن الشارع وعن الواقع من غير تزويق، وكل حفلة بتأكد إن اسمه بقى موجود. هو لسه في بدايته، قدامه كتير وطموحه أكبر من اللي فات، وقصته لسه بتتكتب، وصوته لسه هيعلى أكتر لأنه طالع من الشارع وبيتكلم عن الشارع.